اعمل لايك ومشاركة لمشاهدة المباراة. اضغط على الرابط المثبت في التعليقات. تشكيلة النادي الأهلي لمواجهة سموحة بعد قليل. ياسس رب أعلن في تشكيلة النادي الأهلي مصطفى شوبير، ياسين مرعي، أحمد بيكهام، محمد هاني، يوسف بالعمري. في خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج، قدامهم محمد بن رمضان، وفي الهجوم أشرف بن شرقي وإمام عاشور ومروان عثمان. دي تشكيلة النادي الأهلي اللي اختارها ياسس رب لخوض مواجهة سموحة، المواجهة الهامة. انتصار النادي الأهلي يعني وصول الأهلي إلى القمة، ولو على سبيل المثال إنها قمة مؤقتة، ولكن الضغط على المنافس أهم سمة في كرة القدم. وكلنا نعلم النادي الأهلي عندما يفوز، عندما يتوهج في الانتصارات وتحقيق الفوز في كل مباراة تلو الأخرى، يضع الضغط على المنافسين دائما. كل التوفيق للنادي الأهلي وتحقيق الفوز إن شاء الله، وتحقيق 3 نقاط في سهرة رمضانية تسعد جماهير الأهلي إن شاء الله.